بلا شك شي نهار وانت كتستركل في الشارع ولا في انستغرام بالو ليك شي ناس ضاربين الخطوط الملاح وكتقول كيفاش هادو ديما كيبانو متسيلين وانيقين. اليوم غادي نكشف ليك السر باش تقدر تلبس بحالهم او حتى احسن منهم. ولكن قبل ما نبدا دير واحد لايك وسبسكرايب وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد وكتعاون الفيديو يوصل للناس اكثر. باش تكون ستيلي خصك اولا تعرف منين تجيب الالهام، وانا خصيصا كننصح بانتريست هو الكنز ديال الافكار، فيه الاف صور وتنسيقات اللي تقدر تلهمك من اول نظره، سواء كنتي باغي ستايل كلاسيك سبورت شيك او حتى كاجوال بسيط. وزيد عليهم الاولد ماني الا كنتي كتلبسو بطبيعه الحال. القاعده الذهبيه: البساطه زائد التنسيق كتساوي الاناقه. ماشي ضروري تعمر راسك بتفاصيل بزاف، بالعكس قطعه بسيطه مع شي لمسه ذكيه كتخليك تبان واعر. دخل بانتريست، ضرب تسكرين لهذاك الشيء اللي بغيتي، قلب عليه في المحلات. الالوان الكحل والبيض هما الملوك، جوج الوان اللي كلاسيك كيمشيو مع اي حاجه وكيتاقلموا مع اي مناسبه رسميه او عاديه. مثلا تريكو بيض زويون مع شي جاكيت كحل وشي سروال ديال الجين، هاد اللوك عمرو ما غيدي موضه. وما تنساش ليا الاكسسوارات، التويشيات هادو كتلعب دور كبير في المظهر ديالك حتى لو كانوا بساط. ساعه زوينه كتزيد واحد اللوك احترافي وراقي. خاتم بسيط كيعطيك لمسه شخصيه مميزه، وشي سلسله خفيفه تقدر تكمل الستايل ديالك بلا ما تكون كبيره. حذاري من هذيك الكبيره. السر هو ما تكثرش، اختار حاجه ولا جوج باش يبانوا وما يغطيش واحد على الاخر. وما ننساش الصباط، راه كيلعب دور كبير، سبور كلاسيك ولا حتى سبرديله، المهم يكون نقي ومتناسق مع باقي اللباس. وحتى الشنطات ولا السكاير ممكن يكونوا جزء من اللوك، خصوصا في الخارجات اليوميه. باش توصل لاحسن نتيجه حاول تخلي عندك 3 ولا 4 الالوان اساسيه في الماريو ديالك، وباقي القطع تكون الوان مساعده تقدر تدمجها بسهوله. وديما قبل ما تخرج شوف روحك في المرايه وبدل اي حاجه ما بتناسقاش. الستايل ماشي غير في الماركات الغاليه، بل في كيفاش كتختار وتدمج القطع. جرب الافكار والنصائح اللي شاركت معك اليوم وبدا في بانتريست، تلقى الافكار اللي تلائم الشخصيه ديالك. وكتب لي في التعاليق شنو هو الستايل المفضل عندك. وما تنساش الثقه بالنفس هي احسن قطعه ممكن تلبسها. تهلاو في راسكم ونشوفكم في الفيديو الجاي.